في يوم اجازه قلت انزل اتمشى. مشيت على النيل في اتجاه اتعودت طول عمري عليه، وانا راجعه وبتلفت شفت ورايا 3 واقفين. قربت وسالته بتدوروا على حاجه معينه او على شارع معين؟ رد الراجل وقال لي يا بنتي عايزين نوصل مستشفى ابو الريش. بصيت للفه اللي على دراع الام الشابه ونطقتش، قلت له اوقف لكم تاكسي؟ قال لي هما مش بيروحوا لها الا بتاكسي؟ لا طبعا ممكن يروحوا باتوبيس او ميكروباص، بس على فكره انا ممكن اجي معاكم المستشفى. وقفت التاكسي ابو الريش لو سمحت. السواق شاف اللهفه والاستعطاف في عيني، قال لي بصي انا معاكم. المهم دخلنا المستشفى نسال على الحضانات، عرفنا ان مفيش ولا حضانه فاضيه. اخدت الممرضه على جنب وقلت لها هو فعلا مفيش مكان؟ قالت لي طبعا في 20 حضانه عشان لو جالنا تليفون من الحكومه. ضحكت طبعا بصوت عالي وهي لقيتها بتقول لي على فكره انا بتكلم بجد، دول حضانات التوصيات اللي بتبقى من وزراء او ناس كبيره في البلد. يا نهار اسود، 20 حضانه احتياطي خدمات، واللي جايين من سوهاج ومن اخر الدنيا مش لاقيين حضانات لعيالهم ويموتوا. السواق اتوتر وابتدى يولع سيجاره في سيجاره. خد الممرضه على جنب يتفاوض معاها. بعد حوالي 10 دقايق من كلام ما سمعتش منه حرف رجعت ووجهت لي الكلام. بص يا ستي، احنا لقينا لكم مستشفى ممكن تاخد الرضيع اللي معاكم، بس عشان نطلع من هنا لازم انبوبه اكسجين ورهنها 150 جنيه، وانا اجرة ايدي 200 جنيه. بصيت للراجل العجوز اللي بصلي وقال لي امري لله. وصلنا ساقية مكي قصاد المترو قدام عمارة طويلة 12 دور. طلعنا نسأل على الحضانة، قالوا لنا طلبكم موجود، الليلة ب1200 جنيه، والرضيع عمره 6 أيام، يعني محتاج 35 يوم عشان يدوب يبتدي يشم نفسه. يعني لو جينا نحسبها هيطلع محتاج 42,000 جنيه. المستشفى دي تبقى ملك مدير مستشفى ابو الريش. ايوه، الباشا اللي حاجز 20 حضانه للحكومه. احنا كنا بنعيط من القهر. قعدنا على الرصيف، خدت الام في حضني، مديت ايدي بطبطب عليها. السواق قطع الصمت اللي احنا فيه وسأل الجد ايه رأيك يا حاج؟ من غير ما يرفع عينه المليانه دمع زي الحجر، رد عليه وقال له يموت يا ابني يموت.